السيد لول غدا سمشوم دكفوسي دكم ساغ الهموم أكنو ردي خير نرام لو كانوا ليو ذا يطوم أثيرا دخل الكانون أكنو تحسي صغار ليس الصورة يقوم نبدا زيد جاف غنوم يمور ليس يا نرى فكر الخميس مزيد وخلص غوني نردوها فكس مين ولاني وفي الحنين كسرنا المحنة نجري غسيو وقف لدرس المثيو آين ياكو يجمع بوليو السيلسي وفي نظماو السيلسي وفي نظماو نسرى العيدان في الدور هذا ساعة ونغفر آي مولانا عزيزا في ثفث مرن في الدار خاص تمشك ثمور وحنا ماشي ذوذ مسير وحا هاد مليل الوان هاد مليل الوان سجن يتساقل اللي غادي يولي طعم الطوفي والحلال والسن كان مدفن بكثير هذا سن الصخر الشوال هذا السن يعرق ووال فاقرا من يعقل في الدفاد عجل غوري في الدفاد عجل غوري وذا سيرم فرقي في وصولرا زمان يسم يري الحرز التلوفا في بوثن الحبس في اللي تزم في اللي استورق ثوث وشم ثورة في السنية تسجم طول العمار ثم رجع طول العمار ثم رجع في بوثن الحبس في اللي تزم في اللي استورق ثوث وشم ثورة في السنية تسجم طول العمار ثم رجع طول العمار ثم رجع. Monsieur le Président, c'est avec un cours lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étanchant peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays, un profond déshonneur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.